السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم هي كيكه مقرمشه بدون فرن. هاد النقطه مهمه، غنخليكم تسمعوا الصوت ديال التقرميشه كي كيجي. بعد ما سمعتوا هاد الصوت باين بلي الكيكه ديالنا غتجي لذيذه وبنينه. بقاو معايا تشوفوا المقادير اللي غنحتاجو. هنا غنحتاجو 3 المكونات. غنحتاجو هاد البسكوي اللي بزاف الاخوات في الانستغرام سولوني عليه وقلت لهم بلي راه جا من اسبانيا، يعني وصيت عليه في اسبانيا، جابوه لي من اسبانيا. وكنحتاجو نوتيلا، كنحتاجو اللوتوس، يعني شوكولا نوتيلا والزبده ديال اللوتوس. هاد البسكوي كتجي مقرمشه، يعني بحال ديك البسكوي اللي كيديروا به تشامبيلاطو، يعني كتجي مقرمشه وكيجي فيه 24 حبه. هنا غنفتح العلبه ديالي، غنوري لكم يعني كل حبه ديال البسكوي كي كتجي رقيقه، بحال من كتجي فيليتي ديال فيليتي تشامبي، ما عرف كي غنشرح لكم. المهم كي كتشوفوا في الفيديو راه هي دغيا كتهرس، غير حاولوا عليها بشويه وصافي. المهم غنبداو نخدموا فيها على بركه الله. هنا نجيبوا واحد القطعه، ندهنوا الوجه ديالها كامل بالنوتيلا. ندير نص الكميه هكا بالنوتيلا، والنص الاخر درتو بالزبده ديال اللوتوس. المهم هنا كي كتشوفوا في الفيديو غندهن النوتيلا ديالي من فوق البسكوي كامل، وغندير من فوقه القطعه ديال البسكوي الاخرى، يعني غنبقى ندير الطبقات. غتشوفوا في الفيديو غتفهموني مزيان كي شنو بغيت نوصل لكم. المهم هنا بعد ما دهنت البسكوي ديالي، القطعه ديال البسكوي ديالي الاولى كامله بالنوتيلا، غندير عليها القطعه الثانيه وغنثبتها مزيان، وغندهن عاوتاني الوجه ديال الاخرى عاوتاني حتى هي بالنوتيلا. المهم كندير طبقه ديال البسكوي، طبقه ديال النوتيلا. راه كي كتشوفوا النوتيلا غير كندهن البسكوي ديالي، ماشي كندير شي طبقه كبيره. المهم غنبقى ندير طبقه ديال البسكوي، طبقه النوتيلا، طبقه البسكوي، حتى نسالي جميع الكميه. انا درت النص بالاخر، النص بالنوتيلا والنص باللوتوس. نتوما ممكن ديروها بلوتوس كامله، يعني بالزبده ديال اللوتوس، ممكن ديروها بنوتيلا كامله. المهم كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو. انا قلت نجرب نخلط ما بين النوتيلا واللوتوس، والصراحه جا واحد المذاق زوين ما بين النوتيلا واللوتوس. كنتمنى الوصفه تجربوها، راه كتجي زوينه بزاف. توصيو على هذا البسكوي في مليليه او لا شي واحد راه كتعرفوا دابا كيهبطوا بزاف الناس اللي كاينين في اوروبا. توصيو هكا شي فاميليا ديالكم يهبطها لكم، غير باش تجربوها وتذوقوا داك المذاق اللي ذقت انا. صراحه كتجي زوينه بزاف. ومن بعد ما ساليت جميع الطبقات، هنا كنهز النوتيلا كنديرها في هاد سباتول وكندهن بهم الجناب، يعني غندوز على الجناب كاملين، نعمر دوك الفراغات اللي كاينين. وتكون عندي اللوتوس دوبتها في الميكرووندا، وغنخويها من الفوق ديال البسكوي ديالنا كي كتشوفوا في الفيديو. غنهبطها شي شويه على الجناب باش تجي على شكل دميعات. ومن بعد ما نساليو هاد الطريقه غندخلوا البسكوي ديالنا للثلاجه، تبقى ليله او ساعه او نتوما وعلى حساب الوقت اللي عندكم، ولكن على الاقل تبقى ساعه في الثلاجه. عاد تقدموها. من بعد ما بقات لي ساعه في الثلاجه، غندير خطوط هكا بالزبده ديال اللوتوس. الزبده ديال اللوتوس هنا ما دوبتهاش، خليتها هكاك شاده راسها، يعني عاقده، وكان بوشي هكا من فوق البسكوي ديالي كندير على شكل خطوط. الشكل اللي غيجي من فوق البسكوي ديالي غيجي بحال لي كارو، يعني مربعات صغاورين.
مثلثات صغاورين ماشي مربعات. وهنا غنزين الكيكه ديالي بالبسكوي ديال لوتوس. وهنا نكونوا سالينا الوصفه ديالنا ديال اليوم. واخا كتشوفوا الزواق ماشي شي حاجه، ولكن المذاق خيالي والله. الا كنصحكم تجربوها، خصيصا في هذا الوقت ديال الصهد، كتجي بارده وكتجي زوينه. المهم غنخليكم تسمعوا لي عاوتاني هذا الصوت. انا بعدا غير كنسمع هاد الصوت كتشهيني الحاجه، واخا ما شفتهاش كي دايره. الصراحه واحد الكيكه تستحق التجربه، راه بنينه بزاف، ويعني ما غنقدرش نوصف لكم المذاق ديالها. وهنا نكونوا وصلنا لاخر ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو يعجب لكم والوصفه تعجب لكم. طبعا ولا عجبت لكم الوصفه ما تنساونيش بلي لايكات ديالكم زوينين والكومونتيرات. واللي عندها شي تساؤل دوز عندي الانستغرام، راه كنجاوب جميع الميساجات اللي كيوصلوني. وكنقول لكم نهاركم مبروك، الى فيديو اخر ان شاء الله.